السلام عليكم يا أهل شباب، كيف أخباركم؟ كويسين؟ مشتاقين والله، وطولت منكم ومن اليوتيوب. لعدم الشبكة لي زي 6 شهور كده. الشبكة في القرية بتاعتنا أو في حلفة بتاعتنا يعني الشبكة تعبانة شوية. التغطية عشان كده عندي فيديوهات، مجهز زي 8 فيديوهات 9 فيديوهات لليوتيوب، لكن ما قادر شبكة يعني أرفع لكم، وربنا يسهل إن شاء الله. وهسه جايب لكم طريقة تشغيل لعبة GTA San Andreas السودانية على أندرويد 13. 80% من الأجهزة بتاعة الأندرويد حتشتغل. 80% ديل حيشتغلوا 100%، وال20% ما حيشتغلوا الأجهزة العالية زي S20 ألترا 21 و A73، وإن شاء الله لقدام حنشوف لهم حل. وخليكم في الشرح. أول حاجة لازم يكون عندك تطبيق فك الضغط ده، والملف بتاع اللعبة ياهو التحديث الجديد ده. تمام. هنقوم نعمل للملف عرض. هنثبت ال EPK. الطريقة بتاعت أندرويد 13 بتختلف عن طريقة التثبيت العادية. بعد نثبت ال EPK نعمل له فتح، نعمل له السماح تاني، نرجع في تطبيق فك الضغط. تمام. هنقوم شنو نخش في الملف ده، نعمل كده تحديد. هنقوم نعمل لهم شنو نسخ، نخش ذاكرة الجهاز الأندرويد الداتا. هنقوم ننزل تحت نفتش الملف بتاع اللعبة. ده ملف اللعبة. هنقوم نضغط عليه وهنعمل له لصق. زي ما ملاحظين عند الملف ماشي. زي ما ملاحظين هيجيني يعني انه في ملفات قاعدة. هنعمل لها تطبيق على جميع الملفات ونعمل لهم استبدال، وننتظر الملف يمشي. زي ما ملاحظين تم فك الضغط بنجاح. بعد ده نفتح اللعبة هتشتغل معانا عادي. زي ما ملاحظين عندي اللعبة شغالة. ما تنسوا اللايك والاشتراك في القناة والتعليق على الضابط دعما ليا، ويعني دقوا لي الشير ذاته عشان اقدر انزل لكم فيديوهات. الرقم هتلقوه في اسفل التعليقات، او امليكم 0905 74 88 93. ده الرقم بتاع يعني تحول لي فيه رصيد، يعني دعما لي كده عشان اقدر انزل لكم فيديوهات يعني. وبس كده، في امان الله.